فاكر كريستيانو رونالدو وهو بيعيط في نهائي اليورو سنة 2016؟ البرتغال وصلت لنهائي اوروبا قدام فرنسا وعلى ارض فرنسا نفسها. كل الناس كانت متوقعة ان فرنسا هتجلد البرتغال وهتكسب بكل سهولة، لكن بعد اقل من 25 دقيقة ديمتري يدخل على ركبة كريستيانو رونالدو تدخل عنيف قوي. كريستيانو قام وحاول انه يكمل لكن يقع تاني ويتعالج وينزل الملعب ويحاول انه يرجع ويقع تالت. الاصابة كانت اقوى منه، خرج من الملعب واللقطة الشهيرة وهو خارج وهو بيبكي والكاميرات نقلت دموعه للعالم كله. الكل افتكر ان حلم كريستيانو انتهى، لكن اللي حصل بره الملعب كان جنون. رونالدو رغم ان هو بره الملعب فضل واقف على الخط مكان المدرب وكان بيصرخ للعيبه كانه المدرب بالظبط وبيدوم تعليمات. وبعد ما فرنسا والبرتغال وصلوا لاشواط اضافيه وفي الدقيقه 109 قدر اللاعب اللي ما كانش فيه حد متوقع منه اي حاجه في المباراه دي سدد كره صاروخيه تسكن شباك فرنسا. رونالدو في الوقت ده جري في ارض الملعب وهو بيبكي من الفرحه ورفع اول بطولة كبيرة في تاريخ المنتخب البرتغالي. ومن يومها وهي اللحظة دي بقت واحدة من أعظم قصص الإصرار في تاريخ كرة القدم. وبس كده، لايك واشترك في القناة. سلام.